صباح الفل عليكم يا جماعه. طيب، في مشكله كبيره قوي بيعاني منها مصريين كتير جدا، ولغايه دلوقتي ما توجد لهاش حل. وارجو ان وزير التربيه والتعليم يلاقي حل للمشكله دي، لان دي مشكله بجد. انا بتكلم هنا عن ولاد المصريين المقيمين في الخارج في اي دوله عربيه وواخدين ثانويه عامه من هناك. لما بيرجعوا مصر ما بيلاقوش جامعات حكوميه مدعومه تقبل شهاداتهم، ما بيعرفوش يدخلوا جامعات حكوميه مدعومه، في حين ان اولاد اللاجئين بيدخلوا جامعات مصريه حكوميه مدعومه بمنتهى السهوله. وولاد المصريين بيضطروا يدخلوا جامعات خاصه بمصاريف باهظه، وللاسف ما بيلاقوش شغل بعد كده لانها جامعات غير معترف بها رسميا. دي مشكله. يعني انا مثلا واحد واخد مراته وولاده وعاشوا في اي دوله عربيه وخد ثانويه عامه من هناك، وبيبقوا ولاد متفوقين. ليه لما ارجع مصر ما الاقيش جامعه؟ ازاي لما ارجع مصر بلدي ما الاقيش جامعه حكوميه مدعومه ليا زي اولاد اللاجئين؟ ازاي؟ يعني ايه شهادتي دي مثلا غير محترف بيها بالنسبه لكم؟ شهاده الولاد دول غير محترف بيها بالنسبه لكم؟ على فكره الولاد دول اجتهدوا وذاكروا وما خدوهاش بالساهل برضو. فازاي ما يتوفر لهمش جامعات حكوميه مدعومه زي اللي بتتوفر لاولاد اللاجئين، ويضطروا يدخلوا جامعات خاصه بفلوس كتير وغير محترف بيها ومش بيلاقوا شغل بعدها؟ يعني كانك يا ابو زيت ما غزيت. ازاي؟ يعني لو واحد واسرته مضطر يقعد في البلد العربيه ديت علشان حاجات معينه، عشان شغله، وبعد كده بعد ما ابنه خلص دراسه حب يرجع، ازاي ما لاقيش جامعه ليه؟ يعني ارجو ان هم ينظروا للقرار ده لان ده كلام مهم. انا عارفه ان الكلام ده يمكن اهم من الضرايب والموبايلات، لان ده مستقبل ولادنا.